قبل ما ابدأ الملخص حابب اقول لك وحشتني يا صديقي، وعاوزك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان الفضل بعد ربنا انتو. ويلا بينا نبدأ. بص يا معلم، الموضوع بيبدأ بنت اسمها إيف فيكتوريا كونت في المستشفى، شكلها متبهدل ودم للركب وماسكة لعبة باليرينا. بعدين يرجع بينا الزمن لورا فلاش باك، نشوف إيف دي كانت عايشة مع أبوها خافير ديفيد كاستانيدا في أمان وسلام. فجأة يظهر رجالة مسلحين بيطاردوا أبوها. الأب ده بيفهم وبيخبي بنته قبل ما يطحن المسلحين دول. يجي بقى كبيرهم اللي اسمه المستشار جابرييل بيرم عشان يواجه خافير. الحوار بقى ان مرات خافير ام إيف كانت من الطائفة بتاعت المستشار دي، وخافير ده كان من منظمة تانية بتنافسهم. المستشار بيزعق ويقول ان خافير ده سرق مراته منهم وهو السبب في موتها. يروح المستشار ده يديله خيارين، يا اما ينتحر عشان إيف تفضل عايشة وسليمة، يا اما لو قتل المستشار إيف وهو هيموتوا سوا. خافير يستعد يوجه المسدس لنفسه، وإيف الصغيرة بتنادي عليه. هنا بقى الأب ياخد القرار الصعب، يقتل المسلحين دول قبل ما يوصلوا لبنته، بس للأسف هو كمان يتضرب بالنار. بصعوبة خافير يلحق يطلع نفسه وبنته من البيت قبل ما القنبلة تضرب وتفجر باقي المسلحين ما عدا المستشار ده. بس للأسف خافير ما يستحملش الجروح دي ويسلم روحه قدام بنته الصغيرة. بعد الليلة دي وينستون سكوت إيان ماكشين يستقبل إيف في المستشفى ويعزيها ويعرض عليها إنها تعيش مع عيلة أبوها. إيف توافق، ووينستون ياخدها البيت الروما الروس، وهناك تقابل المديرة أنجليكا هيوستن. إيف كمان تقابل واحدة اسمها نوجي شارون دانكان بروستر، ودي اللي تحكي لها عن الكيكيمورا، اللي هي أرواح أسطورية ممكن تبقى كويسة أو وحشة حسب الشخص اللي بتسكنه. على مدار 12 سنة إيف اللي دلوقتي بقت كبيرة وبتمثلها أنا دي أرماس بتتدرب تحت إشراف المديرة كراقصة باليه. بس مش بس كده، دي بتتعلم فنون قتالية وإطلاق نار على إيد نوجي. إيف بتتدرب لدرجة إن رجليها بتنزف، وهي عندها أمل إنها تتحسن وتبقى قاتلة أو كيكيمورا فتاكة أكتر. بس للأسف هي ملهاش أصحاب كتير، يمكن بنت واحدة بس اسمها تاتيانا جولييت دوهرتي. لما إيف تلاحظ إن حاجات تاتيانا اختفت، المديرة تقول لها إنهم مشيوها عشان مش شايفينها مؤهلة للي بيعملوه الغجر الروس دول. الطلبة التانيين يتصدموا لما جون ويك كيانو ريفز يزور البيت ويطلب مساعدة المديرة. الحوار ده بيحصل في أحداث فيلم جون ويك الفصل الثالث. إيف تقرب من جون وتسأله إزاي ممكن تطلع تشتغل وتعمل اللي هو بيعمله. جون يرد عليها ويقول لها إنها ممكن دايما تخرج أو إنها تختار بنفسها تبقى زيه. المديرة تبعت إيف في أول مهمة ليها، مهمتها إنها تحمي بنت شابة اسمها كاتلا بارك سو يونغ تشوي من واحد جاي عشان يقتلها اسمه إيل سونج دو هونج جونج. إيف تلاقي كاتلا في مالها ليلية وتشوف سونج ورجالته جايين عليها بشكل مهدد. إيف تواجه الرجالة وتتخانق معاهم، في النهاية تقتلهم كلهم قبل ما تهجم على سونج وتطعنه كذا مرة بحديدة. إيف توصل كاتلا لبر الأمان. بعد شهرين إيف تكون عملت عملية قتل تانية لمجموعة رجالة في شقة، وهي ماشية عربية فان صغيرة تخبطها وكان فيها 2 مسلحين حاولوا يقتلوها، بس إيف تخلصت منهم بسرعة. هنا بقى بلاحظ إن واحد من المسلحين دول عنده ندبة على شكل حرف إكس على معصمه، شبه الندبة اللي كانت عند الرجالة اللي قتلوا أبوها. إيف تقطع إيد المسلح وتجيبها للمديرة عشان تسألها عن السبب. المديرة تقول لها إنها عارفة الندبة دي بتاعت أعضاء الطائفة، بس هم عاملين هدنة مع الروما الروس دول عشان ما يتدخلوش في شغل بعض، عشان كده ما قدرتش تساعد إيف إنها تلاحقهم. إيف تروح فندق الكونتيننتال وتسجل دخولها مع شارون لانس ريديك قبل ما تدور على وينستون. وينستون كان شايف إن الطائفة دي ما ينفعش حد يقرب منها، بس إيف تديله العملة الذهب اللي هو أداها لها أول مرة تقابله. وينستون يستسلم ويوافق، ويكلف إيف إنها تطارد قاتل مأجور اسمه دانيال بين نورمان ريدوس يمكن يساعدها. إيف تلاقي بين في فندق الكونتيننتال في براغ. بعد ما تتسلل لغرفته تلاقي بنته الصغيرة إيلا آفا ماكارثي. كل واحد فيهم يشهر سلاحه في وش التاني، بس في الآخر يتراجعوا لأن إيف تقول إنها عايزة تلاقي الطائفة بس. في لوبي الفندق واحدة اسمها لينا كاتالينا سانتينو مورينو تكلم بين في التليفون، ودي شغالة عند المستشار وتقول له إنها مهتمة بإيف. بين يؤمر أعضاء طائفته إنهم يطاردوا إيف بالرغم من إنهم عارفين القواعد اللي بتقول مفيش دم في أراضي الكونتيننتال. بعدين المكافأة على راس باين تتضاعف عشان القتلة يتغروا ويخالفوا القواعد. المسلحين يحاولوا يتسللوا لغرفة باين، بس واحد من الفخاخ بتاعته ينفجر ويفجر دماغ واحد من المسلحين. إيف وباين يتخانقوا مع الاتنين التانيين،
بعدين هما الاتنين يجروا بره الفندق ومعاهم إيلا، بس للأسف ما بيقوش قادرين وإيلا تتخطف. إيف تصحى جنب عضوتين تانيين من الطائفة، وبما إنها ما خلفتش القواعد وما قتلتش حد هي نجت من الإعدام، بينما الاتنين التانيين ضربوا عليهم رصاص كتير. صاحب السجن يقول لإيف إنها لازم تمشي. إيف تروح تزور محل أسلحة صاحبه اسمه فرانك إبراهام بوبولا، وهو بيوريها بضاعته. أعضاء الطائفة يبتدوا يضربوا نار ويهجموا. فرانك يتضرب في إيده، بس إيف تقتل باقي المسلحين. عشان يساعدها فرانك يدلها على المكان السري للطائفة اللي بيقولوا إنه في جبال النمسا. إيف توصل بلدة اسمها هالشتات اللي فيها عدد من القتلة السريين. تدخل حانة ويلاقيها مسلحين من الطائفة بسرعة. إيف تتخانق معاهم وتقتلهم، بس بسرعة تواجه دعم لما موظفة الحانة أغنيثا ماجدالينا سيتوفا تستدعي أعضاء تانيين من الطائفة. إيف تتخانق مع أغنيثا وباقي أعضاء الطائفة، تضرب أغنيثا بالنار في راسها، وبعدين تنزل القاب وتدور على أسلحة وقنابل يدوية عشان تساعدها في الخناقة. وبينما إيف بتقتل معظم أعضاء الطائفة هي بتتقتل وسترت وتتمزق، وده يكشف الوشم بتاع روسكا روما اللي عليها، وده اللي يخلي المستشارة تعرف مين إيف الحقيقية. مع قرب إيف يواجهها المستشار ولينا. المستشار بيكشف إن لينا دي هي أختها الكبيرة اللي كانت ضايعة من زمان، واللي عندها عداوة لإيف عشان خافير خدها عشان تعيش حياة أحسن، بينما لينا كانت محبوسة في الطائفة. لينا كمان فاكرة إن خافير هو اللي قتل أمهم عشان سابت الطائفة عشان واحد من روسكا روما. إيلا كمان هي حفيدة المستشار، وهو ناوي يدربها عشان تبقى قاتلة لأنها مختارة، بينما طلاب روسكا روما بيختاروا مصيرهم بنفسهم. إيف ولينا يتسابوا عشان يتخانقوا مع بعض، والمستشار يؤمر رجاله يقتلوهم هما الاتنين، يرموا قنابل يدوية في الأوضة وده يقتل لينا، بس إيف تنجو. المستشار بيكلم المديرة عشان يقول لها إن اللي إيف عملته ضدهم ده إعلان حرب، والمديرة بالرغم من إنها أصرت إنها ما بعتتش إيف تقدر تبعت حد يوقفها، يقول لها إن قدامها لحد نص الليل عشان تتعامل مع إيف، وإلا هتبقى حرب بين الطائفة وروما روسيا دي. إيف تجمع أسلحتها عشان المواجهة الأخيرة. جون يظهر عشان يتعامل معاها بأوامر المديرة. لما إيف ما تظهرش أي اهتمام بالرجوع هي وجون يدخلوا في خناقة. الخناقة تخلص بالتعادل، حيث جون يوافق إنه يسمح لإيف إنها تتعامل مع المستشار قبل ميعاد نص الليل. إيف تدخل المدينة بينما المستشار يستدعي كل قاتل حواليه عشان يتخلصوا من إيف. تمسك قاذف لهب وتبدأ تشوي بلطجية الطائفة لحد ما يوصل ديكس روبرت ماسر دراع المستشار اليمين بقاذف اللهب بتاعه، وإيف يكون خلص منها البنزين. تمسك خرطوم حريق وتقدر تبعد النيران لحد ما هما الاتنين يبقوا وش الوش. قبل ما ديكس يقدر يعمل انفجار تاني، جون يضرب الدبابة بتاعته ويفجرها، وده يسيب لإيف مساحة عشان تكمل. المستشار يؤمر رجاله يقبضوا على إيلا ويتجهوا ناحية عربية هروب. إيف تلحق بيهم وتقتل كل المسلحين لحد ما يتفضلش غير هي والمستشار. يقول لها إن قتله مش هيغير حاجة، بس إيف تقاطعه برصاصة في دماغه تستاهلها. إيف تحرر إيلا وتمشي معاها، بينما جون يأكد للمديرة إن إيف عايشة والمستشار مات. إيلا تقابل باين في المستشفى. في نفس الوقت إيف تسجل دخولها في فندق نيويورك كونتيننتال، وتحضر بعد كده عرض باليه وتشوف كاتلة بترقص. فجأة بيتم الإعلان عن مكافأة 5 مليون دولار على راس إيف، فتكتشف الإشعار وتشوف رجالة تانيين في المسرح بيستقبلوا نفس الرسالة. إيف تسيب المبنى بأسرع ما يمكن.